استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الوناس مقرمان البارحة السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي باجتماع رسمي خصص لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بالمناورات العسكرية المشتركة التي تعتزم فرنسا والمغرب إجراؤها في سبتمبر المقبل تحت مسمى شرقي 2025، والتي ستقام في منطقة الرشيدية على مقربة من الحدود الجزائرية. وخلال اللقاء عبر المسؤول الجزائري عن انزعاج بلاده البالغ من هذه المناورات التي ترى الجزائر أنها خطوة استفزازية قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة أصلا في هذه المرحلة، فضلا عن أنها قد تزيد من حدة التوتر الإقليمي. وأكد مقرمان أن الجزائر تعتبر هذا التحرك العسكري بمثابة رسالة غير ودية، لا سيما في ظل الوضع الدبلوماسي المتأزم بين البلدين. وفي هذا السياق طالب مقرمان السلطة الفرنسية بتقديم توضيحات رسمية بشأن أهداف هذه المناورات ومبررات إقامتها في منطقة قريبة من الحدود الجزائرية، مشددا على أن الجزائر تتابع الأمر بجدية كبيرة ولن تتهاون مع أي تهديد محتمل لاستقرارها أو أمنها القومي. كما شدد على ضرورة نقل موقف الجزائر إلى الحكومة الفرنسية بكل دقة، مؤكدا أن أي تصعيد غير مبرر قد يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب. خلفية التوتر المتصاعد. تأتي هذه المستجدات في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية فتورا واضحا على خلفية عدة ملفات شائكة، من بينها ملف اتفاق الهجرة الموقع عام 1968، إضافة إلى تصريحات رسمية فرنسية تتعلق بالسياسات الداخلية الجزائرية والتي أثارت استياء السلطات الجزائرية. كما يتزامن هذا التصعيد مع تزايد الخلافات بين الجزائر والرباط، حيث تعتبر الجزائر أي تعاون عسكري بين فرنسا والمغرب في محيطها الجغرافي تهديدا غير مبرر لأمنها القومي. تفاصيل المناورات العسكرية المرتقبة. وفقا لوثيقة عسكرية مسربة، فإن المناورات الفرنسية المغربية ستنطلق رسميا في 22 من سبتمبر 2025، ومن المقرر أن تشمل تدريبات مكثفة على مستوى مركز تكوين المدفعية CTM في أفردو الواقع ضمن إقليم الراشدية، الذي يبعد أقل من 100 كيلومتر عن الحدود الجزائرية. ويتوقع أن تتضمن هذه التدريبات مناورات بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى تدريبات تكتيكية تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري بين الجيشين المغربي والفرنسي. وتشير الوثيقة إلى أن الإعداد الأولي لهذه المناورات جرى خلال اجتماع عقد يومين 22 و 23 ماي 2024 في مقر تفتيش القوات الفرنسية بمدينة سلا المغربية، حيث ناقش المسؤولون العسكريون من الجانبين آليات التعاون اللوجستي وتوزيع الأدوار بين القوات المشاركة، في خطوة تؤكد عمق التنسيق بين باريس والرباط في المجال الدفاعي. انعكاسات إقليمية ودولية. يطرح هذا التطور العسكري العديد من التساؤلات حول أهداف هذه المناورات وتوقيتها، خصوصا في ظل حالة التوتر السائدة بين الجزائر من جهة وفرنسا والمغرب من جهة أخرى. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون جزءا من استراتيجية عسكرية تهدف إلى تعزيز الحضور الفرنسي في شمال إفريقيا، أو ربما رسالة مبطنة تحمل دلالات سياسية تتجاوز الإطار العسكري البحت. وفي ظل هذه المعطيات تبقى الأنظار موجهة نحو الموقف الرسمي الذي قد تتخذه الجزائر في الفترة المقبلة، وما إذا كانت ستكتفي بالمواقف الدبلوماسية أم أنها ستلجأ إلى خطوات أخرى
مثل تعزيز وجودها العسكري في المناطق الحدودية كرد فعل على هذه التطورات.